صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. صبحوا وتربحوا ان شاء الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ المورال هو هذاك. ايوا كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير، وباش ناخدو الاجر العظيم كلنا كالعادة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد فطوري جيت نوريكم هذا اختي الحلاوة، هذا الزمن الجميل، هذه الكتب الغزالة. بالنسبة لي أنا شي حاجة، علاش هاد شي حاجة كيعطيوني الطاقة الإيجابية. يكفي أنني نفيق في الصباح نفطر فطوري ونشوف هاد الوجوه الرائعة، هاد الفنانين الغزالين ديال مصر، هاد الفنانين اللي حنا كبرنا بيهم وحنا صغار، ايام ابيض واسود. ايام ابيض واسود. بصح احنا ماشي كبار بزاف في السن، ولكن الحمد لله عاقلين على هاد الفنانين وعاقلين على ايام زمان اللي كان التلفزيون ما كاينش في الديار المغربيه، قليل اللي عنده تلفزيون في المغرب يتفرج فيه. وهذاك الافلام كانت كتجي غير مره كل اسبوع، يعني الفيلم ما كانش كيجي دائما او موجود بحال دابا، لا كان كيجي مره في الاسبوع، كل يوم جمعه فيلم، وكنتفرجوا فيه ابيض واسود، وكانت التلفازه صغيره بحال شي صناديقه. اللي من هاد الجيل تدخل عندي اختي وتقول لي هذاك الشيء علاش حنايا كنفهموا المصري مزيان وكيعجبونا الافلام والمسلسلات المصريين. ولكن في ديك الوقت راه كان غير الفيلم، ما كانوش المسلسلات. فطبعا شفت هذا الكتاب وحمقني، وهو كتاب يعني بحال الاجنده تكتبي فيه الذكريات ديالك او تكتبي فيه الاحداث ديالك. وشكون بحالي البنات اللي كيعجبها تكتب بحالي؟ كيعجبني اختي نكتب الحاجه الزوينه وحتى الخيبه اللي وقعت ليا ونتعلم منها. كيعجبني اختي نكتب النهار والشهر وكيفاش وقع بالتفاصيل. ما عرفتش واش كاين شي وحده بحالي. انا اختي بحال هكا، وكنظن انني طالعه للوالد ديالي في هذه النقطه. وحتى في قراءه الكتب، ولكن القراءه كتختلف. نقدر انا يعجبني الكتب اللي نتوما كتشوفوني اللي كناخذهم، بحال مثلا جنات بنتي، سبحان الله داكشي وراتي. جنات كتختلف تماما علينا. جنات كيف ما شفتوا الكتوبه ديالها ديال الرعب، ديال العناوين راك شفتوا كيفاش، ولكن كيف قلت لكم الداخل غير برا. وباش ما نطولش عليكم البنات، شوفوا اختي هنايا، تشوفوا لي اختي نتوما قراو معايا وشوفوا لي وتمتعوا واستمتعوا. كلام رائع، كلام غزال. انا هاد الالوان ديال الورق كتحمقني، بحال الا بقيتوا عاقلين البنات على المواعين ديال الخشب اللي كنعاود لكم عليهم، اللي قلت لكم كيعجبوني بزاف. وراه حتى هاد الورق هاد بحال هكا بني او ماغو كيعجبوني. انا ما نقدر ما نكتبش فيهم كاع اختي، نبقى غير نصبح عليهم بحال هكا هاد الجوج ونخليهم اختي ذكرى. وتا انا غيبقاو عندي كتب من الذكرى ديال الزمن الجميل. والتاريخ يعيد نفسه، وحنا غاديين الله يكبرنا في طاعة الله. كيف قلت لكم حنا راه ماشي صغار، ولكن يكفي صافي الحمد لله. ماشي صافي في الحياة، لا صافي الله يجعل بركة. حنا وصلنا لواحد الرقم اللي مذكور في القرآن، الله يجعل بركة. الحمد لله والشكر لله، والله يكبرنا في طاعة الله. واختي هنايا غنقول لكم دخلت الكوزينه، شاركت معكم الكتب ديالي ودخلت اختي الكوزينه. اش دخلتي اختي طيبي اليوم اختي غنطيب الرفيسه. ايه الرفيسه التقليديه المغربيه. مندي كنقولوا الرفيسه كنقولوا اختي المسمنات، كنقولوا اختي الحلبه، كنقولوا الفول، كنقولوا العدس. عرفتي علاش كنضحك؟ سبحان الله تفكرت بزاف د الحوايج. المهم هاد الرفيسه هادي، احنا في المغرب كنديروها وقت البرد
كاين اللي كيديرها بالمسمن وكاين اللي كيديرها حتى بالخبز. علاش ضحكت اختي؟ حيت انا بعدا كنحماق عليها، وحنا كبرتنا الوالده بها، اللي هي الرفيسه، كنقولها الرفيسه العاميه. اشنا هي الرفيسه العاميه؟ رفيسه بالخبز المغربي. في بلاصه المسمن كيديروا الخبز. كاين اللي كيقول لها رفيسه العاميه، وكاين اللي كيقول لها يمكن الترده. فلهذا انا ضحكت، لان انا كتعجبني بالخبز المغربي، بالاخص لا كان ديال القمح، كنفضلو على المسمن. وبنتي هاد النهار تشهاتها اختي بالمسمن ودرتها لبنتي وبصحتها وراحتها. فالبنات بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي هنا في مصر، المغاربه تبارك الله عارفينها وكيموتوا عليها، ولكن بالنسبه للناس ديال هنا ما عارفيناش. هاد الرفيسه هادي اكله مغربيه تقليديه كيديروها الناس، خاصه واكثريه للناس اللي العيالات اللي كيكونوا يلاه والدين للنفيسه، وكيديروها لها بواحد العشبه كتشبه شويه الكمون اللي هي سميتها المساخن. هاد المساخن كيسخن طبعا، حيت هاد الاكله ديالت البرد. وهنايا البنات جلست اختي انا وبنتي هنايا، وكانت حتى هي ساكته وانا اللي كنعاود ليها. اش كنقول لها؟ كنقول لها عرفتي يا بنتي، شوفوا لي التقطاع. كنقول لها شوفي يا جنات، راه عادي انك ديري وحده كبيره وحده صغيره، وديري وحده رقيقه وحده غليظه، وعادي. وتعالي نعاود لك. فهاد الايامات هادي كنا نجلسوا مع جدودنا ومع جيراننا، ونجلسوا اختي بحال هكا ونحطوا تحتنا القصريه. ولكن انا القصريه ديالي هي هذه اللي كتشوفوا الطبيسيل ابيض كبير. هذا هو اللي كندير فيه الكسكسو، وكندير فيه حتى الرفيسه، ونقدر ندير فيه الكبسه، المهم على حسب والسفه. فهذا هو القصريه ديالي. هذا الطبيسيل هو القصريه ديالي اختي في الغربه. البنات اللي عايشين في الغربه هما اللي غيفهموني اكثر. فهذه هي القصريه ديالنا. وبقيت كنتحتت معاها وكنقول لها كانوا عندنا جيراننا، كنجلس مع هاد جارتنا الله يرحمها ونقطعوا المسمن، وعيطوا علينا نجلسوا اجي تقطعوا المسمن، وجدتها هي الله يرحمها، وحنا غاديين. لان شوفوا البنات، فاش كتجلسي مع وليداتك وكتبقاي تحتي معاهم بحال هكا، ايه كدوز هذيك الوقيته وصافي وكتنوض وكتنسى، ولكن كتبقى لهم في المخ بحال هاد الحوايج هادو ما كيتنساوش للوليدات. بالاخص الا كانوا عندكم جوج وثلاثه وربعه. انا الحمد لله اللهم لك الحمد عندي بنيه وحده بالنسبه لي انا فيها كل شيء، الله يخليها ليا ويخلي لكم وليداتكم. ايوا جالسه وكنتحدث معاها، انت يا بنتي قطعي من هنا وديري من هنا، ونعاود ليها على فلانه وعلى هادي وعلى الحاجات الزوينه طبعا والحاجات الكوميديه اللي طبعا حنا القدوه ديالهم، ما خصناش نعاودوا كل شيء بالتفاصيل، ولكن كتحاولي تدخلي شويه الضحك وتعاودي لها على الحوايج على الحركات الكوميديه اللي كنتي ديري في صغرك وانتي كتحتي معاها. والحمد لله الحمد لله. تخيلوا معايا البنات، انتي جالسه انتي ووليداتك جوج ولا ثلاثه وكتحتي معاهم ومحيدين اختي التليفونات، وكتعاودي لهم اختي على الذكريات، وتعاودي لهم على الطبخ المغربي، وتعاودي لهم اختي على حياتك كي كانت طفولتك في صغرك، وتضحكيهم. الحياة بصراحة الحياة والله العظيم. فالله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لي بنتي. واللي ما عندوش الذريه الصالحه يا ربي ترزقكم الذريه الصالحه. قولوا امين البنات. وهنا اختي صافي يا اختي الدجاج راه طاب، وكاين اللي كيديرها بالدجاج البلدي، وكاين اللي كيديرها حتى بالدجاج الرومي، ولكن حنا دايرينها غير بالرومي، غير انا وبنتي هذا النهار هذا. ايوا كما كتشوفوا هنايا تبارك الله. دخلت اختي كنسقي يا اختي كنسقي. عرفتوا البنات كاينه واحد الاكله تقريبا قريبه لهذه في الامارات، ولكن بالبطاطا، وفي بلاصه المرقه بالحلبه كيديروا هما الصلصه، سميتها صالونه. وكاين هنايا عاوتاني اللي كيقول لها الفته. انا كنقول لكم غير على الطريقه ديال السقوه، بحال هكا كيفاش كنسقيو دابا الرفيسه، وكيفاش كنسقيو حتى الكسكسو ملي كنبغيو نسقيوه. حتى هنايا كاينه واحد الاكله كيديروها من العيد للعيد ديال سميتها الفته، ولكن كتكون حتى هي العيش بحال هكا، وكيهزوا ديك الصلصه ديالهم وكيسقيو بها العيش، وعاد كيحطوا الرز وكيحطوا اللحمه.
ايوا يا اختي بالصحه والراحه. وهذا النهار هذا البنات كان السم ديال البرد، والحمد لله الحمد لله ما كانش عندنا دروس هذا النهار. ولكن كانت عندنا اختي الرفيسه، كلينا اختي الرفيسه المغربيه التقليديه الغزاله بالحلبه وبالفول، وجلسنا وتحدثنا انا وبنتي وكلينا انا وبنتي وضحكنا ما شاء الله. وكان واحد اليوم دافئ وغزال، لان هي اصلا الرفيسه هي اكله ديال البرد، ما كنديروهاش في الصيف، كنديروها غير في البرد، لانها كتسخن بهذاك الحلبة والعدس والفول. يعني هي أكلة ديال الشتا الصراحة. الشتا عندهم هنا راه قلت لكم هي البرد، يعني أكلة ديال البرد. تبارك الله يا اختي والصلاة على النبي محمد، بسم الله عليا يا اختي. وما كاين اللي يقولها ليا، والله ما اختي نقولها لراسي. تبارك الله، اللهم دومها نعمه واحفظها من الزوال. تبارك الله والصلاة على النبي، ما شاء الله يا اختي انا ورفيستي. والبنات كما كتشوفوا هنايا صافي خديت درت مع هاد المسيمنات 4 ولا مع 5 اللي كنت درتهم بالدقيق ديال القمح، حيت انا درت المسمن ديال الرفيسه بالدقيق القمح. وهنا غنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك.